في آخر تطورات القضية الشهيرة لسعد المجرد، قرر القضاء الفرنسي بعد استئناف الحكم السابق في حقه إطلاق سراح الفنان بكفالة مالية مؤقتا بعد مجهودات هيئة دفاعه، وهو الخبر الذي أدخل الفرحة على قلوب عائلته ومحبيه من الجمهور المغربي وتفاعل أصدقاء لمجرد مع الخبر، الذي أكده والده الفنان البشير عبده في تصريحات إعلامية عبر مجموعة من التدوينات التي شاركوها مع جمهورهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد سبق لمحامي الفنان جان مارك فيديدا أن أكد في تصريحاته أنه سيستمر في المعركة حتى يتم إطلاق سراح سعد المجرد من السجن ويتابع عمله الفني، مشيرا إلى أن الحكم لم يكن مبالغا فيه فحسب، بل كان أيضا لا يتوافق مع حقيقة القضية، مؤكدا أنه لم يتم تقديم أدلة مادية حول ما حصل في الغرفة الفندقية، وأن المحكمة اعتمدت رواية السيدة لورا دون أدلة دامغة. وجدير بالذكر أن القضاء الفرنسي قد تابع سعد المجرد في الأشهر القليلة الماضية بتهمة اغتصاب شابة فرنسية وتعريضها للعنف عام 2016 بأحد فنادق العاصمة الفرنسية، وبهذا فقد حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، ليصر محامي المعلم على التشبث ببراءته وطلب حريته حتى الإتيان بالفرج ولو المؤقت حاليا إلى حين استكمال مجريات الاستئناف.